صباح الخير، صباح الهنا والسعادة عليكم. الكلمة الحلوة رزق، ما تبخلش بيها على حد. ده عنوان فيديو النهاردة. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين ايه اللي بسيط وسهل بس ممكن يغير في ناس كتير؟ الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة دي مش محتاجة مجهود ولا محتاجة فلوس، بس ليها أثر عظيم جدا يعيش في قلوب الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنى. يعني خليك طيب في كلامك، حنين مع الناس، لان الكلمة الطيبة مش بس ذوق، دي كمان عبادة وليها اجر كبير جدا عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. تخيل كده، كل كلمة حلوة ممكن تطلع منك وتقولها بتكون سبب في اجر ليك كل يوم في كل مرة بتقولها. والكلمة دي ممكن تشجع حد، ممكن تريح بني آدم من أصدقائك في الشغل، في دراستك، في أي مكان أنت فيه. الكلمة دي ممكن تدي أمل، حتى لو الكلمة دي بسيطة، زي مثلا ربنا يكرمك، ربنا يعوض عليك، ربنا يبسطك، ربنا يريح قلبك، الله ينور عليك. ايه الجمال ده! بسم الله ما شاء الله عليك، انت جميل، انت حنين قوي، انت حلو، او انت كلامك حلو. الكلام ده بيدي طابع حلو قوي للناس علينا، وفي نفس الوقت بيدي امل للناس اللي قدامنا. الكلمة ممكن تداوي قلوب، ممكن تخلي بني ادم ترد له روحه. ممكن تكون حد محتاج الكلمة دي فتخلي الإنسان دوت يعيش أمل جديد، يكون فاقد شغف، فاقد حاجات كتير في حياته، انت تديله أمل بمجرد كلمة حلوة يسمعها منك. فخلي لسانك دايما لين وجميل، لأن اللي بيتكلم برفق بيزرع نور وبيزرع حب في قلوب الناس. قول كلمة حلوة النهاردة، يمكن تفتح بيها باب رزق ليك أو لحد غيرك. خليك دايما سبب في ابتسامة حد غيرك، خليك دايما سبب في فرحة، في انبساط، مش في وجع لأي حد غيرك. لأن الكلمة الحلوة مش دايما بتكون صوت وبس لمجرد ان انت بتقولها، دي طاقة بتعيش جوانا، بتعيش في قلوب الناس، بتخلي في ذاكرة حلوة قوي قوي جوا قلوبنا من ناحية الناس لينا. اوقات كتير بتعدي علينا بنفكر ان الرزق بس يكون مال او منصب كبير، لكن الحقيقة مش كده. ان الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة نوع خاص وليها طابع خاص كده. كلمة بتطمن قلب اي حد، وبتداوي جروح كتير، وبتغير يوم كامل لأي شخص من الاشخاص اللي بيسمعها. يمكن ما كنتش تعرف عنه حاجة، بس مجرد ان انت قلت الكلمة دي غيرت فيه حاجة. وزي ربنا سبحانه وتعالى ما قال لنا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني الكلمة الحلوة دي زي الشجرة الطيبة، جذورها في قلوب الناس، والثمرة بتاعتها البركة والسعادة اللي بنشوفها على وجوههم. قول كلمة حلوة يمكن تكون سبب فرحة أو أمل جديد لحد حتى لو انت ما تعرفوش. ابدأ يومك حتى ولو بابتسامة، وازرع كلام طيب على قد ما تقدر، علشان تحصد الخير. اللي بيزرع خير بيلاقي الخير. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.